بحال اللي كنقولوا مثلا كاين بزاف ديال الايات قرانيه استغفر الله العظيم وحاشا شي يتمثل، كنديروا بعض الاحاديث النبويه كتفسر لنا بعض الاشياء، مثلا كنتوضاو من نصليو، ولكن حنا في القران الكريم ما عندناش طريقه الوضوء. سمعتيها السي فين هو هذا السي السكوري ايه رديتيها حديث. اشرف بن مدن في هذا الفيديو الاخوان لخص لهم كل شيء وقال لهم الاخطاء اللي درتو، خرج لهم ديريكت الاخوان. والله الا كان فيديو زوين لاحوها دابا الاخوان، نتمنينا الاعجاب ديالكم وفرجه ممتعه. هاد الهضره غنقول لكم نتوما اوف، ولكن ما عنديش مشكل الا داز كاع قدام الناس نحس براسي كنهضر معاهم بلا كاميرات ونوضح لهم شي اشياء اللي يقدروا يستافدوا اكثر من انني نهضر باللغه ديال انني قدام الكاميرا. هذاك الاضراب اللي نتوما خارجين فيه ولا دوك الوقفات الاحتجاجيه اللي كتوقفوا فيها هي كاينه في الدستور من 1962 وهي محطوطه في الدستور كفصل، يعني من بعد الاستقلال. يعني ما عمر شي دستور دار في المغرب ما كانش فيه فصل ديال الاضراب، ان المغاربه عندهم حق يخرجوا يحتجوا او يديروا اضراب على شي اشياء معينه. ولكن القانون التنظيمي باش يكون عندنا واحد الفصل في الدستور خصنا واحد القانون تنظيمي ليه اللي كيأطرنا، فهمتي؟ بحال اللي كنقولوا مثلا كاين بزاف ديال الايات قرانيه استغفر الله العظيم وحاشا شي يتمثل، كنديروا بعض الاحاديث النبويه كتفسر لنا بعض الاشياء، مثلا كنتوضاو من نصليو، ولكن حنا في القران الكريم ما عندناش طريقه الوضوء. سمعتيها السي فين هو هذا السي السكوري ايه رديتيها حديث. كاين هاد الاشياء هذا بحال هكا كيكون الدستور هو اعلى واسمى قانون في المغرب، واللي كيتفرعوا منه القانون المالي والقانون الاداري والقوانين الاخرى كالجنائيه وغيرها من الاشياء من الفصول الدستوريه. ولكن هذوك القوانين التنظيميه كتشرح لنا شنو هو هذاك الفصل ديال الاضراب. حنا حطيناه بحال هكذا وما هضرناش عليه، ما فسرناش، ما قلناش للمغاربه شنو هو. تقدر تخرج تاكل العصا وتقدر تخرج ما تاكلش العصا، وتقدر النقابات تداعي ليه وتقدر لا. ولكن هذه هي النقطة اللي غتصدمكم كاملين. من 1962 والمغاربة كيتسناو القانون ديال الإضراب، وقتاش يخرجوه؟ 24 شتنبر، و 26 27 28 كنتو كدعيو الإضراب. دابا 26 27 كنتو بغيتو تخرجوا على وديت أخنوش، هما 24 شتنبر يعني قبل بيومين خرجوا لكم القانون ديال الإضراب اللي خصكم تسكتوا فيه وخصهم يعتقلوك ولا يديروا لك اللي بغاو. من 1962 وانت كتسناه. يعني تخيل معايا من 1962 وانت كتسنى قانون، اليوم كيخرجوا لك في يومين قبل ما تخرج على اخنوش. وباش نكونوا واضحين مع بعضياتنا، هذا الغضب الشعبي اليوم اللي كاين واللي كنهضر على الوقفات السلميه والاحتجاجات السلميه راه حق مشروع كيعطيه لك الدستور نفسه، نيت هذا اللي كاين واللي جاب في الفصل 29 من الدستور المغربي اللي نزل في 2011 وصوتنا عليه حنا بنعم. كيقول لك من حق المغربي حق في الاضراب. ولكن شنو وقع؟ ما كانش عنده نصوص تنظيميه اللي كتنظمه، خرج وقت ما بغيتي، ما كاينش تنظيم، كانوا النقابات اللي كيدعيو ليه وكذا. ولكن اليوم اسمع مزيان شنو وقع باش ندخل لكم معكم الموضوع اكبر من هذا الشيء اللي بغيت نهضر عليه. هو انه ملي جا القانون 97 15 نقطه 15 يولي دخل غير في 24 شتنبر، يعني قبل يومين من الخرجه اللي كنتو خارجين ديال 27 28 جا باش ينظم لنا هذا الاضراب. واللي داروا ليه واحد التقييد بحال قلتي مثلا كنقولوا المغاربه راه من حقك تغضب، ولكن بالطريقه اللي بغيت انا اللي بغى اخندوش، راه من حقك دير الاضراب ومن حقك دير تخرج للشارع، ولكن بالطريقه اللي بغيت انا اللي هو عزيز اخنوش. 2016 و2011 و2019 و2020 و2022 كان كيدخلوا القوانين وكانوا كيقادوا فيهم كيف ما بغاو. ومن 2003 وما عمرو دار شي قانون. واش هذا الاصلاح هذا ما سميتوش تكميم الافواه؟ الا قلبتوا في القانون اللي درت لكم عليه دابا، الماده اللي درت لكم، غتلقاو بان كاين بزاف ديال الاشياء خصها دار. والحمد لله المغرب راه ماشي ضد السياده، وهذو اللي كيخرجوا ماشي ضد السياده المغربيه ولا ضد الملكيه ولا ضد، راه هاد الناس هادو ضد التهميش وضد الاستهزاء وضد النفاق السياسي فقط. الناس كيطالبوا بالكرامه والصحه والتعليم وبالعداله. وكاينين سبحان الله العظيم شي ناس عارفين المطالب ديال المغاربه اش كتعني وفاهمين مزيان شنو باغيين المغاربه ولا هاد الشباب هادو اللي كيضرب اسم والديهم. راه ما كنقول جيل زاد، راه ما كنقولش ان الشباب شنو بغاو الوليدات شنو بغاو، لا راه والديهم شنو بغاو وحياتهم شنو بغات وخوتهم شنو بغاو. عوض ما يسمعوهم ويفهموهم كيديروا حمله ضد الصحفيين اللي كيضربوا باسم الناس. وانا غادي نقول لك بوضوح، هاد البلاد محتاجه المسؤولين يسمعوا ماشي يهاجموا، ومحتاجين الحكومه تحس بالشعب ماشي تهكم عليهم. واللي ما عارفينش نوضحوا لكم انه كاين قانون ديال العرائض على ما اعتقد 44 14 كاين في القانون ديال التنظيم 44 14 اللي كيعطي الحق للمواطنين باش يقدموا طلب او عريضه للبرلمان او الحكومه. هذه حسب الناس اللي كيقولوا يا اخي اشرف حنا من حقنا كمغاربه كاين شي فصل في القانون يخول لنا اننا نقولوا للحكومه تشي في حالك. غادي نقول لك كاين وما كاينش. كاين واحد الفصل اللي هو 44 14 اللي ديال العرائض اللي كيتقدم للبرلمان، هذا هو المشكل، كيتقدم للحكومه. شكون اللي في البرلمان شكون اللي في الحكومه؟ الاحرار البام استقلال
هما اللي كاينين حتى في الجماعه الترابيه، ولكن ما كيعطيكش الحق هذا الفصل هذا انك يمكن لك تقيل الحكومه به، ولكن كتوصل الحكومه الصوت ديالك بناء على قانون العرائض حسب الفصل 47 اللي هضرنا عليه قبل. كاينين بعض المفاتيح في ذاك الفصل كتعطي الاختصاصات الاعفاء المالك الحكومه، ولكن بطريقه اخرى، لانه باش يحل البرلمان خاص بزاف ديال الامور طرا. اما بخصوص الناس بزاف كيقول يا اخي اشرف علاش بن كيران عفاه جلاله الملك في ديك الوقيته وعلاش ما يعفيهش دابا هذا. بن كيران قبل كاع ما يشكل حكومه كان عطل البلاد كانت معطله بناء على انه ما قدرش يشكل حكومه، والسبب فيها ماشي حنايا اللي كنا كنخرجوا وقفات، ولكن السبب فيها هو ان اخ النوش وغيره من الاشياء بلوكاو ليه الحكومه. انا ما بغيتش هذا يدخل معايا، انا بغيت هذا يدخل معايا، والبلاد ديك الساعه كانت مقبله على مجموعه ديال الاوراش كبرى، منها الوزير الخارجيه كان خصو يكون في اديس ابابا انذاك، وما عنده الصفه قانونيه اللي باقا ما تشكلاتش الحكومه. كان بزاف ديال الوزراء محتاجينهم في بزاف ديال الاشياء، وكانت الحكومه باقا ما مشكلاش. داكشي علاش دخل داك الفصل 95 او 96 الله ولا 92 الله ما عقلت، ما تاخذوش مني، ولكن هو اللي خلى ان الملك يدخل وعين نفسه من الحزب الثاني من بعد بن كيران طلع سعد الدين العثماني. نهضروا ونرجع للنقطه ديالي باش ندوز لكم الاهم نقطه في هذا الموضوع. اللي عنده قوه الحقيقه اليوم، القوه ديال الكلمه، ديال الوعي، ديال الشارع، ديال الضبط السلمي، يخرج يهضر مع الناس، وكفى انكم تخرجوا لينا بحال هاد الاشكال هادو. لان اليوم غنوضح لكم ماشي المسؤولين ما بغاوش يسمعونا حنا اكثر ما نبغي نسمعوكم نتوما المسؤولين، ولكن ماشي يسمعوا الضحك عليهم في التصريحات والتجمعات. كفى من الاستهزاء بالشعب، وكفى من الخطابات اللي كتضر اكثر من اللي كتواسي. كفى من التعامل بغضب شعبي بحال انه شي مؤامره. راه كتعاملوا مع داك الشباب وكانه مؤامره، وهذا خير دليل لان الطريقه اللي تحاور بها سي بيتاس مع السينو في العوامله، واللي انا عارف القدرات ديالو في العوامله وعارف المكانه ديالو اللي خلاته ما يجاوبكش، لانني اعلم جيدا كون كانوا في العوامله هنا في اعلام تي في كيفاش غادي يجاوبك وعنده الرد يجاوبك. ولكن لحسن الحظ ديالك ولسوء الحظ ديالو انك كنتي في قناه عموميه وهو اجير فيها. مي انا كنعرف المؤهلات ديال داك السيد شنو هي. اما انا راه ما كنهاجم حتى شي واحد، ولكن غادي نبقى نهضر على الهموم ديال المغاربه مادام فهاد القلب هذا واحد النبضه بحال هكا كتنبض بالتمغربيت. خليك من راه كاين بعض الناس تيروجوا شي اشياء وشي مسؤولين كيسبونا من الحزام لتحت وكاين، ولكن راه بلادنا زوينه وغتبقى زوينه بلا بكم نتوما. خاص غير المسؤولين يفهموا ان الكرامه ديال المواطن ماشي اختيار. راه حقدو السوري من حقه يهاجم فيها، والخرجات اللي كتخرجوا نتوما بحال حزب الاستقلال. البارح خارج لينا السي نزار وكيضحك مع ديك البنيته اللي كتهاجموا وكتهضر بواحد الطريقه د لاباقه، ديك الضحيكه زعما تكيسي عليا، وقادرين تخرجوا على الاقل بعدا نعرفكم طريقتكم التعامل ديالكم في القنوات العموميه، كيفاش كتعاملوا مع الرؤساء ديالها وكيفاش كتحكموا في الخط التحريري ديال بعض الاشياء. ولا السي عبد الجبار اللي مخرجه وزاره الحكومه ديال الفرع ديال الحزب الاستقلال في الحكومه، واللي تا هو كتدفع به اليوم. عبد الجبار شنو الدور ديالو؟ راه وزير المراه، وزير الاسره، وزير اش دخلوا اليوم. الغريب في الامر انا نشرحهم لك بواحد هذا وزير الماء، هذه وزيرة السكنة، هذا وزير الشغل، هذا الناطق الرسمي باسم الحكومة، هذا وزير الأسرة والتضامن، وهذا وزير الشباب والثقافة والاتصال. هاد الناس كاملين كل واحد مخرج جوج يهضروا باسم المطالب ديال المغاربه، ولكن في الاصل هما راه كيهضروا كيدافعوا على الاحزاب ديالهم، لانهم كاملين قال كل واحد يخرج واحد. الا عقلتوا هاد التصويره ديال هذا الناطق الرسمي نهار اول مره يخرج، خرج معاه السكوري اللي الفقيه اللي كنا كنتسناو باراكشو اللي داير قران ردوا ايه وايه رد قران وغادي. كذلك عبد الجبار اللي هو ديال الاسره ما عنده حتى شي علاقه، غير باش يبين لك ان ثلاثه الاحزاب كلهم خارجين اليوم هنايا. ثانيا فاطمه الزهراء المنصوري خرجت كتعترف وهي معاهم في الحكومه، وتعترف ان مادام الناس خرجوا الا وان كاينين اننا خفقنا. ومهدي بن سعيد رغم الضربات، انا بعدا شوف دبر راسو مهدي بن سعيد يدير اللي بغا، الافتحاص يكون اللي عندهم، انا ما كرهتش يكون شي افتحاص ونقلبوا هذا الشيء هذا، ولكن غنحيي في حاجه وحده لانه خرج يتحور في واحد الوقيته اللي كلشي مخبي، عارف راسو غياكل العصا وعارف راسو غيتضرب، ولكن خرج كيتحاور. وهذه اللي غادي تحسب ليه، لانه علاش في واحد الوقيته اللي نورمالمون وزير الناطق الرسمي باسم الحكومه، خليني انه واحد وزير الشباب خصو يخرج يهضر مع الشباب. اليوم راه المطالب ديال والدينا اكثر من ديال الشباب، راه الصحه والتعليم اللي كتعاني منها والدينا وولادنا اكثر من الشباب. والناطق الرسمي خصو يخرج باسم الحكومه يهضر لنا باسم هذا وهذا 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 وهذا، ويقول لنا كل المستجدات. انا اليوم ما غندافعش عليه، ولكن غادي تحسب ليه اننا ملي كنهز التليفون نعيط ليه على تصريح كيجاوبك وكيعطيك التصريح وكطرح ليه السؤال اللي بغيتي وكيجاوبك عليه. وهذه نقطه مهمه بالنسبه لي انا فيه، لان من بعد غتحسب ليه عارف راسو غياكل عصا وخارج كيهضر.
والغريب في الامر انا ما لقيتوش جوج تصاور ديال الناس اللي كيطالبوا بالصحه والتعليم، ما كاينينش. فين هو التعليم وفين هو الصحه هنا؟ وزراء غابرين. وبل اكثر من ذلك، عندي بعض المعلومات ان السي وزير الصحه جراو عليه من واحد لوطيل قريب من الرباط، واللي كان مقيم فيه، واللي كتخلصوا ليه رئاسه الحكومه. وزير الصحه من نهار تعيين وزير الصحه هو جالس في واحد لوطيل، لو مينيموم ديال البيته فيه اليوم ليله وحده واحد 6000 درهم، وكتخلصها رئاسه الحكومه. شادين ليه سويت عامله بشحال الثمن وكتخلصها رئاسه الحكومه. ومؤخرا والله اعلم، انا ما نذكر سميت لوطيل ولا اش الاخر، مي مؤخرا بعض المصادر كتقول لي بانهم جاو عنده قالوا ليه خويا اسمح لينا هذا لوطيل هذا راه ما عارفينش حنا الاوضاع كيفاش دايره، ولا عاقوا بك نار الله يستر والله يحفظ، وجاو خرجوه باهانه من تما، او هو اللي خرج بطريقه موضوعاتيه. اليوم باش نختم لكم هذا الموضوع هذا لانه ماشي اصلي، وان وزير الصحه اليوم هي اك ديطال كتخرج كتقول لك انك ما عطيتيهاش الدعم، ولكن هذا الفيديو هذا شنو غتفسروا؟ وقفت الاعانات الاستثماريه اللي كتعطى المساحات الخاصه، طلبت انها توقف. كان عندي صعوبه باش نتكلم على هذا المجال ونقول علاش بغيت نوقفها، لانه اول حاجه تقال لي ولكن بغيتي توقفها ولكن راه ما عندكش البديل. هذه المساحات الخاصه راه كتحل لك المشكل في بعض المناطق، سي فغي كاين المساحه الخاصه اللي كتحل المشكل في المناطق، ولكن كاينين 4 5 المساحات الخاصه اللي ما كتحلش ليا المشكل في المناطق، كتجي وكتخلق ليا المشكل في المنطقه. هادشي اللي قلتي خطير، وكنتمنى تعطينا لائحه ديال المستشفيات الخاصه اللي كتقول فيها انها تعطاها الدعم باش نعرفوا، لان المستشفيات العموميه عارفينها والمستشفيات الخاصه عارفينها. عطينا الدعم، ها ديطال كتقول لك ما استافداش، ها واحد البلاغ ديال المصحات الخاصه كيقول لك ما عطيتيناش الدعم. لمن مشى الدعم الا كان فعلا كتقولوا؟ ثانيا، كفى من اللغه ديال الدراري الصغار باش تدغدغوا مشاعر ديالهم. وغادي ندوز معاكم المغاربه شنو باغيين. انا هادشي كامل غنلخصو كامل، هاد الحلقه كلها غنلخص لك المغاربه شنو باغيين اليوم. كما شفتوا الاخوان كان فيديو زوين، تمنينا الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش الاخوان بشي لايك للفيديو. تنشكر الاخوان ديال اشرف بن مدن على هاد الصحافه ديالو الحره، ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو جديد، ومع السلامه.